اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي انا وحلا سيسترز تايم. النهارده هاخدكم معايا في اسبوع من حياتي وانا برسم. واول رسمه قررت ان هي تبقى ميريدا او موانا عشان دول اكتر اتنين بحبهم، والاختيار وقع على موانا لاني برسم ميريدا كتير جدا. دي كانت اول رسمه، الصراحه كنت مكسله اصور لكم الخطوات، بس الرسمه التانية هصورها لكم كويس جدا وترقبوا النتيجه النهائيه. دي رسمة هشترك فيها، هي عن الحضارة المصرية، وهعمل كذا رسمة في لوحة واحدة. اللقطات دي 3 ايام تقريبا كنت بجيب اكل وبرضو مش برسم اي حاجة لغاية ما اخيرا قررت ابدأ. اول حاجة خليت ابو الهول والهرم العنصر الاساسي في الرسمة، وعلى اليمين قررت هرسم الكباش، وعلى الشمال هرسم الاعمدة بتاعة المعابد المصرية. وحرفيا خلصتها في اسبوع تقريبا لاني ما عنديش طاقة اعمل الرسمة في يوم واحد، بقعد اقسمها كتير عشان ما ازهقش منها. والدافع بتاعي عشان اكمل الرسمة هو اني ببقى متحمسة جدا اشوف النتيجة النهائية وتداخل الالوان مع بعض، والتداخل التلات عناصر في اللوحة هيبقى عامل ازاي. واخيرا باقي شوية تفاصيل وابقى خلصت العنصر التاني. اكيد شفتوا اكل كتير في الفيديو ده. ودلوقتي اخيرا هبدأ ارسم المعبد القديم. بعد ما خلصت طلع طول الأعمدة قصير ومعجبنيش وقررت اغيره. وطبعا فضلت اعاني كتير معاها، تقريبا اكتر حاجة خدت وقت في الرسمة عشان في تظليل كتير جدا وتفتيح والوان. الفيديو بقى ممل جدا فهختصر عليكم الفقرة دي. اخيرا خلصت الرسمة، بجد مش مصدقة. اكتبولي في التعليقات اكتر عنصر عجبكم في الرسمة. انا عجبني ابو الهول. وننتقل الى دفتر المواعيد الصغير ده اللي فيه الشهور من 8 لغاية 12، مترقم من اول يوم لغاية اخر يوم في الشهر. كنت كاتبة مواعيدي كلها في الورقة الصفرة دي، فدلوقتي بحطهم في الايام بتاعتهم. هنا يوم 16 عندي اول حصة في الكيمياء، هروح عندي يوم 16 واكتب كده عشان لما يجي اليوم وافتح الصفحة اعرف اني عندي كيمياء. وهعمل نفس الحاجة مع باقي الايام، وكل الاحداث اللي جاية كمان هكتبها في الدفتر ده. لكن الاحداث الروتينية هكتبها في الجدول ده عشان هي هتتكرر كل اسبوع، وهعلقهم على المكتب.
وبس هي دي افكار النهاردة ورسومات النهاردة، يا رب تبقى عجبتكم. اكتبولي افكار للفيديوهات الجاية في التعليقات، والى لقاء قريب.